السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد اجمعين، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير ان شاء الله. النهارده معانا رزق رباني وخير رباني. ربنا يبارك يا رب وكتر من رزقنا ومن خير من عند ربنا ان شاء الله. بس قبل ما افتح معاكم كده المكان كده والقن بتاعنا ونفتح على البطه، يا ريت الكل يسمي بالله ويصلي على الرسول ويدعي لنا بالخير ولكم بالزياده يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا عندي الطيور مجرمه في العظم، فانا بخاف من الطيور اللي بتعض. كلكم شايفين معايا البطيه اللي كانت طلعت قبل كده دي، بقى انا مش عارفه اتصرف معاها ازاي. شايفين انا خايفه حقيقي، خايفه. انا مش عارفه اعمل فيها ايه والله، ما عارفه اتصرف معاها ازاي. شوفوا بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. البطه طالع من تحت منها اهوت، الله اكبر. انا ما اعرفش تحتها كام بطايه وايه اللي طلع وايه اللي لسه، بس انا حقيقي خايفه منها، مش عارفه اتصرف معاها ازاي. فانا هسمي بالله كده وندخل كده عليها كده ونهجم ونشوف يا تاكلني يا شدها. المشكله هي بتيجي طالعه بتشد الايه اللي تحت منها في رجليها. فنسمي بالله كده. والله انا مش عارفه اصلا امسك التليفون، لان اللي في الارضيه دي واطيه جدا جدا، ومش عارفه ان انا اصور وايه وامسك البطه. فانا مش عارفه هتعضني بجد حقيقي، هتعضني. انا داخله على لا ايه دي؟ والله العظيم ما انا عارفه. ايه دي يا حاجه؟ ايه دي يا حاجه؟ هناخدهم بس واسيبك بعد كده. طب اهدي بالله بالله عليكي، تهدي عشان خاطري. طب نعمل اي حاجه. طب قولوا اتصرف ازاي؟ قولوا لي اتصرف ازاي. هتاكل ايدي والله العظيم، هتاكل ايدي والله العظيم. انا خايفه حقيقه، انا خايفه. في بيض لسه تحت منها اهوت ما طلعش، ما اعرفش بقى مكتم ولا ايه دنيته، بس هحاول اتصرف. همسكها وارجع لكم، لان بجد هي مجرمه حقيقه. عضتني والله عضتني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف البط اللي تحت منها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا هاخد ناشف ومبلول وكله، مش هسيب حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي 2 ادي 4 6. تعالوا الجهاد شويه. لا اثبتي بقى. 6 كده 10 12. تحتها بطين لسه همت، مش عارفه بقى صاحيين ولا مكتمين. نسيبهم تحتها لاخر اليوم عشان مش عايزه اطلعها دلوقتي بره، لان لو طلعتها دلوقتي هي قايمه من على البيض هتطير. حاول بس ادور كده في المكان حلو، ما عادش في حاجه. انا هسيب لها البطين دول تنام عليهم عشان ما تطلعش تطير، واخر اليوم هفرهم. لو فيهم بذره هاخدهم. كان في بطتين اهمت انا قلت لكم عليهم، والبيضه المكتمه. دول بطتين اهمت اللي ماتوا اهمت، وديت اللي كتمت وماتت على النقره، فقدر الله ما شاء فعل. فدول ال 12 اللي طلعوا لنا اهمت. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. دي بقى نحطها في الفقاسه، دي تركيا اهي، نحطها في الفقاسه تنشف براحتها. ودول هنروح نحطهم مع الطيور اللي معانا هناك، الكتاكيت اللي معانا هناك. لا انا هعمل من سكتك يا حاج. هنحطهم مع الكتاكيت اللي ايه عندنا ياكلوا ويشربوا وياهم ان شاء الله. فربنا يبارك يا رب. مش هنحطهم مع السمان والفراخ الصغيره، لا انا هحطهم مع الكتاكيت، الكتاكيت الدفعه اللي قبل منهم. ربنا يبارك ويحمي اللهم امين اللهم امين. دول 12 بطايه هم. بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليهم. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. السرور بتاعهم ناشف ودنيتهم تمام اهي. ربنا يبارك يا رب. فيهم بط جعجعه اهو يا حبايبي، ده عفوا مولر. بسم الله ما شاء الله. ديت خليط ودي خليط ودي خليط، فيهم بطايه واحده مولر. دي مولر اهي يا حبايبي. ده بط بغاله اهوت. ده هيجينا البط البيور اللي عندي مع الدكوره الخليط. بسم الله ما شاء الله. عاطيني بط مولر الله اكبر عليها عسل. ربنا يبارك يا رب. كل دفعه بيطلع لنا فيهم بطايه او 2 كده. فربنا يبارك ويحمي يا رب اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. يلا بينا بقى نروح نوديهم مع الفراخ اللي هناك عشان يبداوا حياتهم الجديده بقى، ان هم ياكلوا ويشربوا. في كرتونه هنا فاضي اهي، نحطها في اي حته عشان برضو ما يطلع لنا طيور تانيه.
لا روحي بقى، حرام عليك، انت هتزحي في وشي. ايه الاجرام اللي فيك ده؟ ناخد دول الاول نرميهم بعيد عشان الطيور ما تاكلهمش، وناخد البط بتاعنا ونتوكل على الله. تعالوا بقى كده نطلع بعيد عن الوحش الكاسر ده مفتريه والله. البط كل اللي بيطلع لي مفتري. نحطهم في جنب كده، نحط ميه بس للفراخ وبعدين نتوكل على الله ناخدهم ونمشي. خلاص يا حبايب قلبي، جينا بقى هنا اهوت عند الطيور بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. انت نايم في السقايه ليه؟ اتحشر وما عادش عارف يطلع. طب ليه كده؟ يعني لما دخلت كان مات في قلب السقايه. بسم الله ما شاء الله الفراخ بتاعتنا الله اكبر عليهم، دول اللي طالعين قبل الاخره، ربنا يبارك فيهم يا رب. اللي كان معاهم الكتكوت الرومي اهو، بسم الله ما شاء الله. هننزل معاهم البط بقى، بسم الله ما شاء الله. والبطايه اللي ما شافتش هندخلها الفقاسه. هي اتحطت مع اخواتها فاقت اهي، دفت في وسطهم، ربنا يبارك يا رب. قدامهم علف وقدامهم ميه، هنقفل عليهم بقى ونسيبهم وندخل ديت في الفقاسه بتاعتنا تنشف بقى براحتها، لان في بطايه كمان طالعه الجماعه هنا في قلب الفقاسه، فهنحطهم مع بعض. هنسيبها تنشف في ارضيه الفقاسه اهي، وناخد البطايه اللي طلعت دهيت نحطها بقى مع السمان لما نديها لاصحابها. هي بطايه واحده. السمان بتاعنا بقى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بقى 10 على 10 اهوت. عايزين بقى نتصل على اصحابه ونسلمه لهم بكره ان شاء الله. يعني النهارده الحد، هسلمهم لهم الاثنين ان شاء الله بكره ان شاء الله. فربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان يا رب. نحط لهم شويه علف، نرمي لهم دول في الارض كده ينقوا فيهم، ونحط لهم شويه علف. هم قدام منهم برده الميه، مش محتاجين اكتر من علف بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ان العلف عايزين نعمل روتين عند الفقاسه هنا، ننضف اوضه الفقاسه لانها كل فتره بتبوظ. مكان يبقى فيه الفقاسه كل فتره بيبقى فيه ايه، قشر وورق وحاجات من دي. يعني ساعات الناس بيبقى جايبه له بيض، بيبقى حاطين ورق، لفين البيض في ورق، وايه الدنيا هايصه كده. فكل ده انا برميه هنا بقى وانا عند الفقاسه، فكل فتره كده بنضفها واروقها. نفتح بقى الشبابيك والايه الدنيا كده عند البط بتاعنا الصغير، ونشوف هنعمل ايه. حاطه لهم هنا اهوت، ده شاي على ميه رز، بس الميه بتاع الرز راسيه في الارضيه، النشا بتاع الرز راسيه في الارضيه، انما ده شاي على ميه رز جميل جدا جدا للطيور. ميه الرز غسيل مطهر معه وحلو جدا جدا، والشاي برده مطهر معه. مخلصين علف تماما اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليهم، ربنا يبارك فيهم يا رب، ربنا يبارك فيهم. حاجه 10 على 10. شوف برده بتوعنا التانيين برضو مخلصين علف. بسم الله ما شاء الله. اكتر عندي ما بخلص علف بكون مبسوطه، حتى لو انا ما عنديش علف اعلفه. الطير ما بخلص علف انا بكون مبسوطه، بعرف ان الطير بتاعي انا ماشيه صح ودنيتي تمام. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. امورنا تمام والدنيا 10 على 10، مفيش اي مشاكل خالص. عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، اللهم امين، ويرزقنا فيهم خير الدنيا والاخره. الميه بتاعتنا موجوده بره، هنحط علف ونحط ميه ونطلع نشوف شغلي بقى، لان حماتي عندي جايه تعيد علينا. هعمل محشي واعمل فراخ ودنيا تانية، ورايا مشوار طويل. فعشان بقى اعلف بقى على السريع واحط ميه على السريع عشان اطلع انا مجهزه المحشي، اطلع الف المحشي على طول. فعشان ما اطولش عليكم وانا برضو اكسب وقت، لان حماتي هتروح بدري، هي عندي من امبارح بالليل وهتروح النهارده، فقالت لي انا هروح بدري، فعايزه اطلع بقى اخلص بسرعه كده. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. اطلع بقى اجيب علف واحط من الميه اللي موجوده معانا، ميه الرز والشاي، احط منها للبط بتاعه والطيور الصغيره كلها. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.